لحبيبك بقى وزميل الكفاح وزميل الغرفه وائل جمعه، تقول له ايه؟ اقول له وائل يا جبل ما يهزك ريح. يا جبل ما يهزك ريح. بس اودي جامد. ودي جامد. طب مثلا لو اقول لك كلمه تقولها للصقر احمد حسن لا من غير ميس. العب بسرعه. من غير ما يتصور. طب انا عايز اسالك سؤال، هو احمد حسن ساعات كده مثلا ما تبقى معاك كوره وكده تلاقيه مثلا قاعد مثلا عمال يلف بيها، يعني برضه اخد رايك، ممكن يلف بيها مثلا مره واثنين وثلاثه ونبقى احنا حواليه فاضيين، تفتكر هو ما بيبقاش عايز يبص لنا ليه؟ عاوز ياخد المحور. خليك شاهد، قالك عايز ياخد المحور، انا ما قلتش حاجه، هو اللي بيقطع وبيقطع في نجم منتخب مصر. لا ما قطعش يا عم. ما انت بتقطع وعايز تقول لك عايز يا عم الطرق فاضيه. صحيح، يعني هو الموضوع عايز دراسه. يعني هو مين احمد؟ لا يا حبيبنا. يا نجم، هو في حد بيعرف يلعب غير انا وانت؟ وجمال جبر عشان لا استاذ جمال جبر طبعا، امال ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ والراجل اللي شايل الكاميرا ده احسن راجل بيشيل كاميرا. حبيت الراجل ده عشان مكتوب على البرتغال. انت بتحب البرتغال؟ ها طبعا، عشان مستر مانويل. طب انا مثلا لو قلت لك مثلا ايه، تقول حاجه لسيد معوض، تقول ايه؟ اقول له يخسس. يخسس شويه. لا يا اخي لا بيسبس حبيبنا، بيسبس لعيب كوره. مش حاسس ان هو تقيل كده شويه، يعني المفروض ان هو يخس؟ يا اخي ده انتوا الرئتين بتوعنا انت وهو، نزلنا نلعب لبركات. لا بقول لك ايه، خلي بالك انا ما بنامش، خد بالك انا غير الناس دي كلها. طب لو تقول مثلا حاجه مثلا لواحد زي عفروتو. عفروتو، لا عفروتو انا على المستوى كفايه اللي بيعمله في التمرين. على المستوى الشخصي انا يعني بحبه كشخصيه دمها خفيف كده. لا تنصحه بايه؟ انصحه ان هو لازم يبقى عنده يعني قتال اكتر، عنده روح قتاليه اكتر، وعنده موهبه وعنده كل حاجه، انما لازم يبقى عنده يعني محاولات اكتر، عنده صبر اكتر، عنده جلد اكتر، ان هو عاوز كل حاجه بسرعه. عنده ايه؟ جلد يعني صبر يعني. انما هو عاوز كل حاجه بسرعه. بس زي ابو تريكه كده، يبني نفسه كده واحده 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 لحد ما مفيش احسن من كده. بس هربت انت برضو مني من السؤال، اللي انت هتبطل امتى؟ انت عايز نبطل؟ انت مبطل اساسا. طيب خلاص خلينا مبطلين كده. يعني نتوقع ان انت قريب ممكن تعلن حاجه؟ انا مش هعلن ال 2014 ان شاء الله، بعد ما كاس العالم. انت قلت الكلام دوت على 2010 واخرت نفسك 4 سنين. انت ابو تريكه، طب انا اسالك سؤال، انت متخيل ان انت بالستايل بتاعك بامانه، اولا بص عايز اقول لك حاجه، انت ستايلك وحش قوي. تمام. ده بشهاده الناس كلها واللعيبه اللي بتلعب كوره وكده، يقول لك الستايل وانت بتجري. يعني مثلا اقول لك حاجه، انت مثلا لما بتيجي تجري في اول التمرين كده مثلا، بتجري في الاول، احنا بنجري ورا، بنشوف الستايل بتاعك وانت بتجري، نقول دوت احسن لعيب في افريقيا، بنبقى مستعجبين جدا والله. الستايل بيتغير في وسط التمرين ولا لا؟ والله يعني هو مش احيانا، يعني انت بص، يعني انا يعني احب اشوفك وانت تعبان، وانت بقى تعبان على طول ومش قادر. ما لو تعبان هتلوى. لا بس الكرة موجودة، يعني بص الكرة موجودة، يعني انت بتمتعنا، فانت اما بتيجي في فترة اللي انت بتبقى انت نفسك يعني متضايق، مش فرحان، مش مبسوط، طبعا. اللي انا اكتر واحد بحسها، وربنا يعلم انا اكتر واحد بحسك يا ابو تريكة، اما تكون انت مش مبسوط. صح بيبان عليك في اي حتة، في تعاملاتك، واحنا بناكل واحنا بنشرب، في التدريب، فيعني دي الحاجة الوحيدة اللي انا واخدها عليك. والغريب ان انا مش قادر افسرها، يعني هي العمليه لو قلت مثلا بني ادم ده ما عندوش ثقه في نفسه، هقول ماشي يبقى هو فعلا ده، انما المشكله ان انا متاكد انك عندك ثقه في نفسك، ومع ذلك بلاقيك مغير حياتك تماما. عارف اقول لك على حاجه، انا عكسك تماما في المواضيع ده، انا عكسك في حاجات كتير جدا. الخواجه كان يقول لي بص البركات، اتعلم من البركات. انا بيبقى بص، انا يعني انا بيبقى عليا ضغوط الدنيا، بس عارف بحاول ان انا اخرج نفسي من الحاجات ديت. ده طبع كنت، ده طبع. يعني انا معاك ان ممكن تبقى حاجه سلبيه، انما انت حاول تغير من نفسك، يعني تحاول تشوف زي ما انا بتعلم منك وبتعلم من احمد حاجات معينه عارفها، حاجات معينه بعملها، فدي ده مش عيب، ده حاجه كويسه طبعا. رد فعلك في انتقاد الجهاز الفني اما بيحصل انتقاد من الكابتن حسام لمحمد ابو تريكه؟ لا عادي، هو بينتقد الجميع كابتن حسام، يعني انما هو اسلوب كابتن حسام اسلوب مؤدب مهذب،
بينتقد الجميع، انما برضه في نفس الوقت هو بس احيانا بيكون عصبي. يعني هو ده شغله يعني، طبعا كل انسان عاوز ينجح. انما هو على المستوى الشخصي انا يعني من الناس اللي انا بحبها جدا، وعنده طموح، واحنا بنحاول نساعده زي ما اتكلمت وقلت ان ده من نجاحه من نجاحنا، جاي زي اللعيبه الجديده اللي هي جايه نجاحها من نجاحنا. نفس الكلام من الجهاز، نجاحه من نجاح اللعيبه، ونجاح اللعيبه من نجاح الجهاز. ايه رايك في الكابتن حسام في بدايه الموسم اما خسر كاس السوبر، وكل الناس طلعت قاعده عماله تهاجم وتقول ايه 4-4-2 واللعيبه بتلعب 3-5-2 وليبرو ومش ليبرو والكلام ده كله، والكابتن حسام قال لك انا بدخل طريقه جديده ومش هغيرها، واللي عايز يتكلم يتكلم وما التفتش لحد. ومع مرور الماتشات الفرقه اتظبطت وبقت بقى الاداء معروف وبقت الطريقه محفوظه. تقول له ايه في الموقف ده بالذات؟ لا هو عنده ثقه في نفسه، وعنده ثقه في اللعيبه، وعنده ثبات، وعنده طموح. فالحاجات دي كلها حاجات كويسه، فاعتقد ان هو كان عنده رؤيه واضحه. وزي ما قلت انا يمكن قلتها لما كنا بنحتفل بالدوري، وقلت ان هو كان البطوله اللي احنا الوديه اللي عملناها في ويمبلي، فكان هو ده كان عنده رؤيه وكان عنده ثقه. بدايه المشوار ما كانتش على المستوى، ان هو صبر وتحمل النقد وقدم اداء كويس، وقدم لعيبه كويسه، وقدم لعيبه تبقى تعتبر من العناصر الاساسيه دلوقتي في الفرقه، واعتقد من الدعائم الاساسيه اللي هيبني عليها الفرقه بعد كده ان شاء الله. شعورك بدموع الكابتن حسام بعد ماتش الاتحاد الليبي؟ لا طبعا احساس من ده، من المواقف اللي انا سجلتها في حياتي، اللي انا يمكن من المواقف اللي انا مش هنساها. طبعا ما احنا هارينا الخواجه تمييز، من حقنا برضو ان احنا نميز مع كابتن حسام شويه. لا مش تمييز، لا بامانه بجد بصدق. والله اصل احنا اقول لك على حاجه، مش كلام. انا واحد نزلت لي الصوره، وحتى لو شفتها انا كنت وعلقوها لنا على الدولاب في النادي، كل واحد في دولابه، واحنا حاضنين الكابتن حسام وكلنا بنعيط مع الكابتن حسام، وكل واحد يعني جابوا صورتك حطوها على دولابك وصورتي على دولابي، وفضلوا يقولوا علينا مياسين وبتاع وكلام من ده. بس عايز اقول لك على حاجه، اللحظه دي كانت لحظه فعلا الواحد ما عاشهاش في خلال ال6 سنين اللي فاتوا طبعا، لان كانت لحظه صعبه. طبعا. واحنا كمان اقول لك على حاجه، يعني كل واحد فينا مر ببدايه الموسم في صعوبات، فحس ان هو عاوز يقدم حاجه للراجل اللي واقف معانا بقاله 6 سنين، او مش حاجه للراجل، عاوز يقدم حاجه واحد وقف معاك وعمل معاك مثلا حاجات كثيره جدا، ووقف معاك في مواقف جدا، فانت عاوز تنجحه، عاوز تساعده. فكان الموقف ده من مواقف ماتش الاتحاد الليبي ده كان نقطه تحول في الموسم اللي فات يعني. ابو تريكه بعد ما يخلص كوره ممكن يعمل ايه؟ لا مش هخلص دلوقتي، ما اخلص كوره ما تعرفناش. انا قصدي اما هتخلص، ما انت هتخلص بكره، هتخلص بعده، يعني هيجي يوم هتخلص انت مخلص، بس هنعتبر ان انت لسه شغال وبتلعب. لا انا شغال، ما بفكرش. ابو بالين ايه كذاب، فانا بفكر في الكوره. انا يعني بفكر ان انا عندي اهداف كتير عاوز احققها مع النادي، واهداف كتير عاوز احققها مع المنتخب. انما انت ما فكرتش انت ممكن تعمل ايه بعد كده؟ يعني ما فكرتش ممكن تمسك في النادي، تخش في مجالات استثمارات بتاعنا؟ يعني احنا عارفين انت في كل حاجه. لا الا الاستثمارات. بقول لك ايه، بص هتيجي للحاجات ده هي تستوب، ده انت كل صفقاتك اللي بتعملها في الاوضه انت وائل جمعه مع بعض بالتليفونات. صفقات بقول لك ايه ابو تريكه، انا عايز اقول لك على حاجه، انت وائل جمعه معاكم فلوس كتير قوي. الحمد لله، واما بنعمه ربك فحدث. الحمد لله. بس احنا ما بنشوفش حاجه. ليه؟ يعني احنا بنشوف حاجات ليك، انما ما بنشوفش حاجات كده يعني بترشوا علينا ولا حاجه. الفاضي يطلع عليه. ابو تريكه انت مبسوط؟ الحمد لله مبسوط. انا اتبسطت اكتر ان انت اللي عملت معايا الحوار، بس اديتنا اسئله كده، يا ريت الاستاذ جمال يشيلها لنا. لا اللي هي قصدك على البنات والجنس الاخر؟ لا حاجات بقى انت ادرى. ايه اللي انا ادرى يا عم؟ احنا عملنا حاجه قله ادب؟ لا ما احنا ماشيين كويس اهو زي الفل 100. ابو تريكه يعني نفسك تقول ايه يعني في الاخر؟ او انا كنت متوقع مثلا انت نازل مقلق اما قالوا لك بركات، ومتوقع حاجات معينه، تفتكر في حاجه انت كنت حاططها في دماغك؟ انا ببقى عاده جاي ببقى متحفز على حاجه معينه، ان انا معاك لا، كان قلبي مفتوح، ما خبيتش حاجه. يعني انت بتحبنا ابو تريكه؟ بحبك جدا جدا، وربنا يشهد يعني انا بحبك قد ايه. طب انت عارف ان انت يعني انت ما اعترفت لي ان انت بتحبني دلوقتي، انت عارف ان هو يعتبر حب من طرف واحد؟ خلاص يبقى 2 عصير بقى.